في سلوكيات صغيرة جدًا محدش بياخد باله منها، لكن هي السبب الحقيقي إن في بنت أول ما تدخل مكان الكل يسكت. الفيديو ده هيغيّر تفاصيل صغيرة، لكن تأثيرها مش صغير خالص. خلّيني أقول لِك سر محدش بيقوله، البنت الديفا مش بتبان في المواقف الكبيرة، الديفا بتبان في التفاصيل الصغيرة جدًا، تفاصيل معظم الناس بتعملها تلقائي، لكن قيمتها بتقل بسببها. هاقول لِك على سلوكيات بتزود الهبة. أول سلوك معانا الديفا مش بترد فورا، مش عشان تتقل، لكن عشان عندها حياة، مش فاضية طول الوقت. الرد الفوري بيدي إحساس إنك منتظرة، لكن التأني بيدي إحساس إن وقتك ليه قيمة. تاني سلوك الديفا مش بتتكلم كتير عن نفسها، هي بتسيب الناس تكتشفها. الغموض البسيط بيخلق جاذبية، توضيح الزيادة بيقتل الفضول. تالت سلوك الديفا حركتها هادية، مش مستعجلة، مش متوترة، حتى وهي ماشية، كأن عندها ثقة إن مفيش حاجة لازم تلحقها. رابع سلوك الديفا مش بتضحك على كل حاجة، مش علشان متكبرة، لكن علشان وجودها ليه وزن. مش كل حاجة تستحق رد فعل. خامس سلوك والأهم الديفا مرتاحة مع نفسها، مش بتحاول تثبت، مش بتحاول تبرر، مش بتحاول تبهر حد، مش بتحاول تكون أي حد غير نفسها. والغريب إن ده بالظبط اللي بيخليها مبهرة. الهيبة مش صوت عالي، مش محاولة، الهيبة تفاصيل صغيرة جدا بس بتغير كل حاجة. الفيديو الجاي هنتكلم عن عادة بتخلي أي بنت تفقد جاذبيتها بدون ما تاخد بالها. شكرا لأنك تتفرجي لحد الآخر. ما تنسيش تعملي لايك سبسكرايب، اكتبولي في الكومنتات أي سلوك من دول بتكرروه، وإيه أكتر حاجة حابين تغيروها مع نفسكم. ولو حسيتي إنك اتغيرتي بعد الفيديو ده اكتبي أنا اختار نفسي.